أهلا وسهلا فيكم متابعينا في فيديو جديد. اليوم راح نتحدث عن قصة مكس وضحى واللي شغلت الرأي العام. كلنا شهدنا بكاء ضحى وانهيارها على انفصالها من مكس بعد وصول ورقة الطلاق، وقيامها بعد ذلك بدعم مكس بالقلوب والدفاع عنه بإحدى البثوث على تطبيق التيك توك، واللي جعل الجميع يظن رجوع المياه لمجاريها، خصوصا بعد عودة ضحى للأردن. لتخرج ضحى من جديد وهي تبكي بسبب سخرية وتهجم إحدى الداعمين عليها وسط صمت ميكس اللي وصفته بأنه مبالغ فيه وغير مقبول، وأكدت بأنه عودتها للأردن من البداية لم تكن إلا رغبة بالصلح. أنا بنت خلص، ارحموها البنت شوي. أنا السيئة، أنا الغلطانة، أنا السيئة وأنا شتمت، ما طلعت قلت ولا شيء. في الأصل بظل وبقعد. أنا بنت. طيب أنا بنت. قالت بأنها هي وعائلتها ما بتسعى إلى الترند، وإنها فقط ترفض حديث الداعم عن تفاصيل حياتها الخاصة اللي هي ما وضحتها للسوشيال ميديا. هالكلام طبعا ما عجب ميكس اللي طلع وهدد ضحى بأنه راح يكشف كل المستور في حال الحديث عنه مرة أخرى. ووصف ميكس ضحى بأنها بتحاول تستغل الموضوع وتكسب تعاطف الناس معها، وهذا عكس المتفق بينهم من البداية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا دعمي بالاشتراك بالقناة.